صباح السعادة، وإن شاء الله اللي جاي أحلى وأجمل مليون مرة. أيام صعبة، كل يوم الحياة بتغلى وتبقى أصعب، وحاجة ما يعلم بها إلا ربنا، وصعب على الكل أو نسبة كبيرة من الناس بقى، مش هنقول الكل، يعني في ناس يلا الحمد لله. بس الفكرة في حاجة، برغم من صعوبة الزمن ده ففي نص كوباية مليان، ولو ركزت هتلاقيها كوباية مليانة. احنا في الزمن اللي بتنطبق عليه الآية: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. احنا في زمن ان انت بتتوكل على الله 100%، ان الأسباب كلها اتقطعت، ان مفيش حاجة وما جربتهاش ليس لها من دون الله كاشفة. الميزة انك دلوقتي بتدعي ربنا، الميزة انك دلوقتي بتدعي ربنا وانت عارف ان هو مسبب الأسباب، ان مفيش سبيل غيره. فانت دلوقتي بتنطبق عليك دعوة المضطر. جايز قبل كده انت ما كنتش بتدعي دعوة المضطر، انت دلوقتي بتدعي دعوة المضطر. انت دلوقتي بتستشعر احساس سيدنا موسى اما قال وهو خلاص هيموت: كلا ان معي ربي سيهدين. انت بتستشعر دعوة سيدنا محمد اما بيقول: اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، انت رب المستضعفين وانت ربي. ففي الظروف اللي الكوكب بيمر بيها دلوقتي واللي احنا بنمر بيها دلوقتي، انت بتدعي دعوة المضطر ودعوة المستضعف. تحس احساس الانبياء اللي وصلوا لاقصى درجات الضعف والاحساس بان خلاص خدوا بكل الاسباب، فتفضل لهم مسبب الاسباب، فربنا فتح عليهم فتح كبير جدا. تفائلوا بالجزئية دي، تفائلوا بالجزئية دي، واستشعروا إحساس السعادة اللي هتيجي بإذن الله بعد دعوة المضطر ودعوة المستضعف ودعوة من لا حيلة له. في الأول وفي الآخر ملناش غير ربنا، وهو اللي بيكشف السوء، هو الرزاق، وهو اللي إن شاء الله إن شاء الله أما نثق فيه تمام الثقة وما يبقاش فيه ذرة شك في قلبنا، إن شاء الله هيبدل حالنا للسعادة. صباح السعادة.